يهود على شاشة السينما المصرية. أهلا بيكم في حكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السينما مراية لأي مجتمع، بتعكس ثقافته وتاريخه وهويته، والسينما المصرية مراية للمجتمع المصري اللي معرفش التعصب والطائفية على عكس دول ومجتمعات كتيرة. ومن زمان قوي والسينما المصرية فاتحة دراعاتها لكل المواهب الفنية بغض النظر عن ديانتهم أو لونهم أو حتى جذورهم. فتلاقي المسلم والمسيحي واليهودي، ابن البلد واللي أصله خواجة، كلهم مصريين متجمعين في فيلم واحد، بل ساعات في مشهد واحد، زي فيلم غزل البنات اللي جمع في مشهد واحد نجيب الريحاني وأنور وجدي وليلى مراد كثلاث فنانين مثلوا أطياف الشعب المصري في الوقت ده. وهنا هنستعرض أهم الفنانين اليهود اللي ظهروا على الشاشة المصرية وأثروها بفنونهم وموهبتهم. توجو مزراحي، واحد من أعمدة السينما المصرية، وهو مصري من أصل إيطالي. اتولد في اسكندرية سنة 1901 وقدم نفسه للفن كمخرج باسم أحمد المشرقي. أنتج عدد من الأفلام السينمائية الهامة، وأسس أول نقابة للسينمائيين في مصر مع المخرج أحمد بدرخان، واكتشف عدد كبير من المواهب الفنية، أهمهم طبعا الفنانة الكبيرة ليلى مراد اللي كانت يهودية في الوقت ده وأصبحت أسطورة من أساطير الفن. كذلك أنشأ استوديو سينمائي جهزه بأحدث الأجهزة اللي موجودة في الوقت ده، وأسس شركة الأفلام المصرية في اسكندرية، وأخرج عدد كبير من الأفلام أهمها سلفني 3 جنيه، الساعة 7، شالوم الرياضي، شالوم الترجمان، وغيرها من الأفلام. ورغم أن توجو مزراحي أصلا مش مصري وكان يهودي، إلا أنه كان بيحب مصر جدا ورفض السفر لإسرائيل، لكن رغم كده تم اتهامه بأنه عميل لإسرائيل فاضطر يغادر مصر، لكنه ما راحش لإسرائيل زي ما كان متوقع، بل راح بلده الأصلي إيطاليا وفضل فيها لغاية ما مات سنة 1986 عن عمر 85 سنة. كاميليا، اتولدت كاميليا في اسكندرية لأبوين مسيحيين، إلا إن جوز أمها كان يهودي فتبناها وحملت اسمه وديانته فأصبحت ليليان ليفي كوهين. اشتركت في عدد من الأفلام أهمها قمر 14، آخر كدبة، المليونير، وبابا عريس. ماتت كاميليا في حادثة مأساوية بعد سقوط طيارتها، واتقال وقتها إن حادثة سقوط الطيارة دي كان حادث مدبر نتيجة تعاونها مع الموساد، والبعض الآخر قال إن الملك فاروق هو ورا تدبير الحادثة دي، وسبق وعملنا عنها فيديو خاص هتلاقوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ستيفن روستي، أو زي ما بننطقه في مصر ستيفان روستي. اتولد ستيفان روستي لأم إيطالية وأب نمساوي. أبوه كان سفير النمسا في القاهرة، إلا أنه عشق مصر ورفض مغادرتها ضمن اليهود اللي سافروا لإسرائيل بعد إعلان دولة الكيان الصهيوني. قدم ستيفان روستي عدد من الأفلام الهامة وكان ليه بصمته وحضوره الخاص، ومن أهم أفلامه تمر حنة، قلبي دليلي، عنبر، حرام عليك. اتميز بتقديم شخصية الشرير خفيف الظل، فكان بيتمتع بأسلوب فريد وخاص وله طريقة نطق مميزة خلته ممثل مفيش حد يشبهه. اتولد سنة 1891 وتوفى سنة 1964. نجوى سالم، مين مننا ما شافش نجوى سالم في مسرحية إلا خمسة؟ في 17 نوفمبر 1925 اتولدت نظيرة موسى شحاتة في القاهرة واتعرفت باسم نينات. أبوها يهودي لبناني وأمها أسبانية يهودية. أشهرت إسلامها سنة 1960 بعد جوازها من الناقد الكبير عبد الفتاح البارودي، وكانت ضمن صفوف الممثلين اللي اشتركوا بعروضهم المسرحية وجمعت تبرعات لتسليح الجيش المصري. من أشهر أفلامها السبع بنات، ملك البترول، إسماعيل ياسين في دمشق. كذلك قدمت على المسرح عدة مسرحيات أشهرها إلا خمسة، وسبق وعملنا عنها فيديو خاص هتلاقوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. إلياس مؤدب، ناس كتير فاكرين إن إلياس مؤدب فنان سوري الجنسية أو سوري الأصل، لكن الحقيقة إن إلياس مؤدب مصري اتولد لأبوين مصريين، لكن أبوه كان من أصول سورية. اتولد في طنطا وعاش في حارة اليهود، واشتغل زي معظم اليهود في الوقت ده ساعاتي، وهي نفس المهنة بتاعت أبوه. اشتغل مونولوجيست في الأفراح واشتهر بإتقانه للهجة الشامية، وهو اللي اكتشف الطفلة المعجزة فيروز، وله عدد من الأفلام أهمها عنبر، حلال عليك، حبيب العمر. اتوفى إلياس مؤدب عن عمر 36 سنة واسمه الحقيقي إليا مهدب ساسون، وقدم 12 فيلم، وتوفى في 28 مايو سنة 1952 عن عمر 36 سنة، وهو أشهر فنان قدم الشخصية الشامية على الشاشة المصرية لدرجة إن الناس افتكروه شامي فعلا. رائية إبراهيم، من أشهر ممثلات اليهود اللي دعموا إسرائيل وتعاونت مع الموساد الإسرائيلي في اغتيال العالمة المصرية سميرة موسى، وسبق وعملنا عنها فيديو هتلاقوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. هاجرت من مصر سنة 1956 وراحت على الولايات المتحدة الأمريكية، واختارتها إسرائيل كسفيرة للنوايا الحسنة. من أشهر أفلامها سلامة في خير
ورصاصة في القلب. منير مراد. في 13 يناير سنة 1922 اتولد موريس زكي إبراهيم مراد مردخاي، واشتهر باسم منير مراد. هو أخو الفنانة الكبيرة ليلى مراد. منير مراد كان فنان شامل، وهو ممثل ومونولوجيست وملحن، بل واحد من أعظم الملحنين المصريين، وما زلنا لغاية دلوقتي بنعيش مع ألحانه بنفس الرونق ونفس الخفة اللي قدمها بيها. ومن أهم ألحانه يا دبلة الخطوبة، بأمر الحب، وحياة قلبي وأفراحه. أشهر إسلامه سنة 1966 واتجوز الفنانة سهير البابلي، لكن بعد فترة جواز استمرت 10 سنين تم الانفصال بينهم، واستمر على إسلامه إلى أن توفي سنة 1981. ليلى مراد. في 17 فبراير 1918 اتولدت ليليان زكي إبراهيم مراد مردخاي، اللي عرفناها بعد كده باسم ليلى مراد، واللي تعتبر واحدة من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي. كانت بتحصل على أعلى أجر في السينما المصرية. أشهرت إسلامها سنة 1946 بعد جوازها بعدة سنوات من الفنان أنور وجدي، لكن لحقتها تهمة التعاون مع إسرائيل بعد حرب 48، لكنها نفت الشائعة دي اللي روج لها طريقها في الوقت ده أنور وجدي، واتبرعت للجيش المصري بعد عودته من حرب فلسطين، وتوفت سنة 1995 وهي والدة الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب. سلامة إلياس. سنة 1911 اتولد سلامة إلياس في القاهرة، وهو واحد من اليهود القلائل اللي رفضوا يخرجوا من مصر بعد قيام دولة إسرائيل أو بعد ثورة 52، وصرح في أكتر من مرة إنه يعيش ويموت ويندفن في مصر، وده اللي حصل فعلا. وسلامة إلياس فنان كوميدي اشتهر بأداء خفيف الظل، وشارك مع الفنان فؤاد المهندس في عدد من الأفلام، منها أنت اللي قتلت بابايا، سفاح النساء، العتبة جزاز، وقدم عدد من الأفلام والمسرحيات، وتوفى في القاهرة سنة 1994 عن عمر 83 سنة. نجمة إبراهيم. واحدة من أشهر الفنانات اللي أتقنوا دور الشر، واشتهرت بدور ريا في رائعة صلاح أبو سيف ريا وسكينة، وسبق وقدمنا عنها فيديو خاص هتلاقوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. اتولدت سنة 1914 باسم بوليني أوديون، وسنة 1932 أشهرت إسلامها، وتوفت سنة 1976 وحولت بيتها لدار لتحفيظ القرآن الكريم. بهيجة المهدي. واحدة من وجوه السينما المصرية في الثلاثينات، دخلت مجال التمثيل وهي صغيرة. اسمها الأصلي هنريت كوهين. اتولدت في اسكندرية في 8 أغسطس سنة 1911 من أسرة يهودية من طائفة الحريديم المتشددين دينيا. سنة 1927 اتنقلت مع أسرتها للقاهرة وعاشوا في حارة اليهود. أبوها كان زعيم اليهود واشتغل في تجارة الذهب، وأصبحت أسرتها واحدة من أغنى الأسر اليهودية في مصر. قدمها المخرج توجو مزراحي في فيلم شالوم الترجمان سنة 1935 قدام الممثل المصري شالوم. كونت ثنائي مع الفنان الراحل علي الكسار، وقدمت معاه 4 أفلام. أثناء شغلها في المسرح اتعرف عليها مليونير يهودي اسمه إيلي درهي، وكان أكبر منها ب50 سنة. اتجوزته لكن مات بعد 3 سنين، فورثت كل أملاكه وأصبحت مليونيرة الوسط الفني. بعد نكبة 48 وإعلان قيام دولة إسرائيل باعت ممتلكاتها وحولت أموالها السائلة لذهب، وسابت مصر وهربت على تل أبيب. بعد هروبها لإسرائيل استقرت بهيجة في تل أبيب مع والدتها، واتجوزت وخلفت بنت. استخدمت أموالها ونفوذها عشان تساعد اليهود اللي مش قادرين يهاجروا من مصر على الهجرة من مصر لإسرائيل، وأصبحت واحدة من أهم سيدات الأعمال في تل أبيب قبل ما تهاجر لأمريكا. سنة 1974 أصيبت بهيجة المهدي بالجنون وفقدت عقلها، فقتلت جوزها وبنتها وأمها بالرصاص، وبعد القبض عليها اتبين إنها أصيبت بالجنون وفقدت عقلها، فتم حجزها في عنبر الخطرين في أحد المستشفيات في كاليفورنيا. فضلت في المستشفى لغاية ما ماتت سنة 1979، وتصدرت معظم ممتلكاتها وحساباتها في البنوك. شالوم هو ممثل مصري كوميدي حب يغير بيه المخرج توجو مزراحي الصورة النمطية اللي واخدينها الناس عن اليهود، فحب يظهر الجانب الفكاهي من خلال حياة شاب يهودي، وإثبات إن اليهودي إنسان زيه أي إنسان عادي، على غير الصورة النمطية اللي الناس كلها واخدينها عن إنه بخيل أو خواف أو بيتكلم بطريقة غريبة. وكان شالوم أول ممثل بيقوم ببطولة أفلام بتحمل اسمه، زي شالوم الرياضي وشالوم الترجمان. رفض شالوم الهجرة لإسرائيل وسافر لروما، والغريب انه توفى في نفس يوم اعلان قيام دولة اسرائيل. دي كانت بعض مشاهير الفنانين اليهود اللي ظهروا على الشاشة المصرية. لكن بالاضافة لكده ظهر عدد من الفنانين اليهود ككومبارس مش معروفين، وكان من اشهرهم فيكتوريا كوهين اللي كانت بتظهر ككومبارس بتؤدي شخصية اليهودية البخيلة، ومن اشهر افلامها بين القصرين، ام العروسة، النشال، وربع العدوية. وتوفت سنة 1966 في القاهرة. صالحة قاسين أول ممثلة بتقوم بأداء شخصية الرجل على المسرح. مثلت في عدد من الأفلام، منها قلب دليلي، حلال عليك، بنات حواء، وتوفت في القاهرة. جراسيا قاسين هي الأخت صالحة قاسين، لها عدد كبير من الأفلام، أهمها فاطمة ومليكة ورشيل، أحمر شفايف، لعبة الست،
هاجرت جراسيا لإسرائيل في فترة الخمسينات وحاولت تقنع أختها صالحة إنها تهاجر لإسرائيل لكنها فشلت. أما جراسيا قاسين فتوفت في إسرائيل. استر شطاح. شاركت استر شطاح في عدد كبير من الأفلام منها تمر حنة، الحرمان، عنتر وعبلة، وتوفت في القاهرة سنة 1972. دي كانت بعض النماذج للفنانين اليهود اللي ظهروا على الشاشة المصرية. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.